السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي اللي منوريني دايما، ان شاء الله النهاردة طريقة عمايل البط. ده دكر بط 4 كيلو وزنه. غسلته كويس، مفيش اي زفارة. غسلته وحطيت في ماء محلول مية، حطيت ملح، معلقتين ملح ومعلقتين سكر وليمونة متقطعة شرايح وبصلاية، وحطيت فلفل وحبهان وورق لوري وربع كوباية خل وعود قرفة. نجحته الكلام ده كله لمدة 4 ساعات. رخرة ما فيش ريحة زعفران نهائي، مش قادرة اوصف لكم. معايا بقى بصل، كذا بصلاية صغيرة وجزرة متقطعة، فصين 3 من التوم وطماطمايه، كزبرة من كل حاجة معلقة كبيرة، وفلفل وتوابل فراخ وبابريكا ومعلقة سكر، ورق لوري وجوز الطيب وحبهان مطحون. هنا معايا صينية على النار، حطيت فيها معلقة سمنة كبيرة كده. هنزل بدكر البط كده، جلبته على الناحية التانية عشان احمره برده كويس كده. بعد ما اديته التشويحة الحلوة بتاعته كده، انا حطيته في حلة. هنزل بالبصل بقى والمكونات دي والتوابل، واديله تقليبه كويس. وانا كده كده غاليه ميه على النار، هنزل بالميه اللي احنا غليناها كده. بعد ما نزلت بالميه، مش قادره اوصف لكم الريحه وجمالها. هياخد مني 1.5 ساعة سوا على النار على بال ما يستوي، لان ده كبير. اول ما الميه تغلي ههدي عليه النار واغطي لحد ما يستوي عشان اقول لكم انا هعمل ايه. ويا رب لو عجبتكم الوصفه بتاعتي ما تنسونوش في لايك وشير وتفعلوا الجرس. كده هبتدي بقى اوطي النار لحد ما يستوي. انا مش هحط ملح ولا اي حاجه دلوقتي لما يخش في السوا. كده البط بعد ما استوى زي ما قلت لكم خد 1.5 ساعة. مش قادره اوصف لكم على الريحه وجمالها. لسه طافي عليه دلوقتي حالا. الشوربه بتاعته بسم الله ما شاء الله دسمه. بصوا، تعملوا بها محشي، تعملوا بقى ملوخيه، تعملوا بقى اي حاجه حلوه عندكم، تعبوها في اكياس بعد ما تاكلوا منها. انا كنت عامله جنب البطه حله محشي وزقيت منها بالشوربه، فبسم الله ما شاء الله يعني مخليه المحشي ولا كلمه ولا كلمه والله. فالشوربه اللي تتفضل عباها في اكياس. ممكن نعمل بقى ملوخيه، ممكن نعمل بقى برضو نسقي بقى محشي، نعمل بقى اي حاجه عندنا موجوده. بحب ارش عليه حبه من التوابل الاول قبل ما احمره، وحبه من الفلفل على الوش كده، ونبتدي كده ندلكه بقى كويس عشان يبقى طعمه حلو كده واحنا بنحمره في قلب الفرن. معايا هنا طبق فيه حبه صغيرين من اللبن، قيمه 4 معالق او 5 معالق لبن اهولت. هحط عليه معلقه سمنه، ويا ريت لو دي سمنه بلدي، مش قادره اوصف لكم على الطعم. نبتدي بقى بالراحه كده عشان ندهن بقى البطه الجميله بتاعتنا وندخلها الفرن. فرشه نظيفه. هنبتدي بقى نشرب البطه كله. مش قادره اوصف لكم. يا ريت لو عجبتكم الوصفه بتاعتي بالله عليكم اخواتي وحبايب قلبي اللي منوريني دايما يعملوا لي لايك وشير ويفعلوا الجرس. نفسي اوصل ودايما معايا يا رب دايما ويخليكوا ليا. هحطها في صينيه وادخلها الفرن واستنى الشكل النهائي بعد ما تطلع. كده ده الشكل النهائي بعد ما طلعنا البطه من قلب الفرن. مش قادره اوصف لكم. والشوربه الجميله مش قادره اوصف لكم. وده المحشي، كان عندي حله محشي انا كنت لفاها طيبتها، سقيتها بالشوربه بتاعه البط.
ياه مش قادره اوصف لكم. اخواتي وحبايبي اللي منوريني دايما، يا ريت بالله عليكم تدعموني بلايك وشير وتفعلوا الجرس، ولو اول مره تنوروني وتشرفوني يا ريت تعملوا اشتراك حلو للقناه عشان تكبر بيكم. وبالله عليكم محتاجه مساعدتكم، وقفوا جنبي، انا ماليش غيركم، انتوا بعد ربنا طبعا. يا رب الوصفه بتاعتي تكون عجبتكم والبط يكون عجبكم ونال رضاكم. هستنى تقولوا لي ايه رايكم، وما تبخلوش عليا باللايك والشير زي ما قلت لكم. مع الف سلامه.